التمريض يا جماعة عمل إنساني 100%، لا شك فيه ولا جدال فيه، ما حد يقادرنا في هذا الموضوع. لو قاعد تشوف مثلا التمريض في الدول الأجانب بالغرب، أمريكا مثلا، فرنسا، بريطانيا، يعاملوا التمريض معاملة رقم واحد في المستشفى. أخص بالذكر تمريض العناية المركزة، التمريض رقم واحد. الطبيب ولا شيء، ده ما فيش التمريض من صدق الطبيب ما في شيء، ما لهش أهمية في غير وجود التمريض. يعني كما ذكرنا في الفيديو السابق، الطبيب المختص بيجي مثلا بيجي أوامر، من بيطبق الأوامر هذه؟ التمريض. التمريض بيقيس جنب المريض، بيراقب علامته الحيوية، بيشوف التغير الفيزيولوجي، التغير الظاهر السريري حق المريض، يقدر يشخص الحالة، يشخصه سريريا، يتواصل مع الطبيب برضه. يعني هو عين الطبيب. وهنا يشغل حيز، وحيزه أرجح من الطبيب المختص. مثلا يجي واحد قائل يقول التمريض عندنا خاصة في اليمن، في اليمن ليش واحد من التمريض مثلا في العناية المركزة، وخاصة الناس اللي خاصة في ناس عايشوا وجالسوا سيروا التمريض من الأجانب، مثلا أتوا إلى عندنا مثلا خاصة بمستشفى بن زايد، قصدي مستشفى بن سلمان اللي بكريتر عدن. والله يا أخي في ناس أجانب يشتغلوا عناية مركزة، فاهم كل شيء ويعرف الحالة ويعرف ويتفادى أشياء يعني، وكمان يشخص الحالة من نفسه كأنه طبيب، يصلح أوردرز من راسه صح. يعني يقول لك أنا مش عاد برجع لطبيب، يصلح حاجة صح وعارف يعني. والتغير الوايفات في مصطلحات أنا أتكلم بها لا يعلم بها إلا تمريض، خاصة تمريض العناية المركزة. مثلا تغيير الوايف، التغيير وايف حق المريض، مثلا الإيسيجي حقه تغير في قراءات متعددة، يعرف التمريض القراءة هذا وكيف يتفاداها وش علاجها، العمل الطارئ لها. والله أنا جالسهم يا أخي، أنت في اليمن أول حاجة التمريض لما يودف يدرس تمريض، وللأسف أقول هذه الكلمة مع أنه عمل إنساني لا جدل فيه 100%. يقول لك أنا مثلا أنا أستاهل عيشة كريمة، أنا يعني لازم يكون عندي مردود، أوفر لي بيئة محترمة، أوفر لي أنا لقمة عيش، أكل أهلي وأكل ذوي. الله سبحانه وتعالى ما خلقكش أنت تمريض، تمام؟ يعني أنت الإنسان قادر يغير محاله، وقل اعملوا، أنت قادر تشتغل أي حاجة، قادر أنك توفر لك عيشة كريمة. بس من جانب العمل الإنساني هو التمريض. بس في اليمن لما تيجي تشوف الوضع المعيشي والوضع اللي أنت تعيشه وكم مردودك اللي أنت مايل تستلمه، أنت تفكر أحيانا تقول أنا ما بجلس على هذه الوظيفة من مدى الحياة، ما بجلس، أنا ما بستمرش، أنا ممكن أوثق نفسي، ممكن أنا أشتغل في هذا المجال من شان بس أخذ نفس قليل، من شان أخذ نفس، وبعدين لها رب زي ما يقولون، يعني بنلاقي حلول كثيرة، تمام؟ والسبب لما تجي تشوف دخلك تقول أنا مستحيل أجلس على هذا الراتب أنا باكل أسرتي، بتزوج فيه بوه، ببني لي بيت، بيقول أولاد، بيقول أحفاد، وبيقولي والحياة ما حد يعلم عمر الإنسان إلا خالق الإنسان، ولكن في معنى في عقل يفكر أنا بيجيلي ويكون معي في المستقبل، يعني أنا بقدر أجلس على هذا الراتب. فبعض الأشخاص مع أن هنا مهنة لازم أنت مهنة، وظيفة أنت لازم ما دام أنت تمسكت فيها لازم تبدأ فيها.
بس هنا في اليمن خاصة التمريض مهمشين، التمريض مهمشين. وتحصل بعض أخصائيين كمان يجي عاقد عرامه، وكأنك أنت تاكل من صحفة بيتهم، أو أنك تاكل من المائدة حقه في بيته تاكل منه. عاقد عرامه يلفت لك هكذا، وكأنه هو يجيب باليوم لو أكثر 5 دقائق يكثر عندك. جاب له درس، جاب أوامر، ولقى عندك جي حتى تمشي يبتسم في وجهك بسمة، ابتسامة كذا ما يصلحهاش بوجهك، مع أنه هو مستفيد من الابتسامة صدقة تحسب الأجر عند رب العالمين. بس يجي هكذا وكله كبرياء، وكله كأنه داخل معركة. شكرا للجنود العناية المركزة، وأسأل الله لكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم.